بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون عن ازاي نضيف فيديو او صوره زي دي مثلا بجانب المدونه زي كده مثلا اهو، او فيديو زي كده مثلا اهو زي كده بجانب المدونه هنا. هنعرف النهارده ازاي هنضيف الحاجات ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لازم نكون مسجلين على جوجل ونفتح لوحة التحكم بتاعتنا في البلوجر زي ما انتم شايفين. هنيجي على المدونة التجريبية اللي انا هجرب عليها ونتك على السهم اللي هنا دوت ونتك مشاركات ونعمل مشاركة جديدة زي ما انتم شايفين كده هنا اهو، مشاركة جديدة زي ما انتم شايفين اهو. هتلاقيها على HTML، خليها تأليف زي ما انتم شايفينها. هتلاقيها هنا على دي كده، خليها هنا ماشي. لو حبينا نضيف الصورة الأول أو على سبيل المثال مثلا الفيديو الأول، خلينا في الصورة الأول. هنعمل إدراج صورة هنا جنب ارتباط إدراج صورة، هنتك عليها تفتح لنا نافذة زي اللي انتم شايفينها ديت أو زي ما انتم شايفين اهو. اختار الملف، تك على اختيار الملف ونيجي مثلا نختار على سبيل المثال الصورة ديت مثلا اهي، ونتك على الصورة تتحمل معانا زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين الصورة اتحملت معانا. كل اللي هتعمله هتتك عليها مرة واحدة تحديد يعني، وضبط الصورة. ضبط الصورة معانا زي ما انتم شايفين اهو. كل اللي هنعمله الوقت بقى هنيجي هي تأليف هنا، هي هنتك على الخيار التاني اللي هو دوت عشان ناخد الكود بتاع الصورة. كل اللي هنعمله الوقت هنتك هننسخ الكود زي ما انتم شايفين اهو، هننسخه كله كده وناخده نسخ زي ما انتم شايفين، ونغلق النافذة، نغلقها خالص. عاوزين نمسحها زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما خدنا الكود نيجي نروح على المدونة زي ما انتم شايفين هنا اهو، ونيجي نتك على كلمة تخفيض زي ما انتم شايفين اهو، ظهرت معانا. كل اللي هنعمله هنتك على إضافة أداة هنا زي ما انتم شايفين اهو. نتك على إضافة أداة ونختار أداة HTML جافا سكريبت، نتك عليها هنا اهو زي ما انتم شايفين. فتحت معانا الإضافة هنا. لو عايز تكتب اسم الصورة بتاعتك مثلا على سبيل المثال انا هكتب يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات. خلصنا الكتابة هنا بقى. النافذة اللي انتم شايفينها هنا دي الكود اللي احنا خدناه نسخ هنلصقه هنا النافذة اللي احنا خدناها اهو، كود اهو ماشي. ونتك حفظ. عاوز تسيبها زي ما هي هنا لحاجة تريحك، عاوز تنقلها مثلا بعد موقيت الصلاة بعد نموذج الاتصال لحاجة تريحك على يعني مثلا على سبيل المثال نخليها في الأول. كل اللي نعمله حفظ الترتيب وعرض المدونة اهو زي ما انتم شايفين. الصورة ظهرت معانا اهي اهو ماشي. بإمكانك الضبط فيها يعني، هتتك هنا على علامة المفك والمفتاح تحرير يعني، هتتك عليها. وإمكانك تصغر الصورة بالعرض، تطولها بالطول، حاجة زي كده يعني. مثلا هنا اهو 320 حجم الصورة، 320 في 240 عرض 240 طول 320. عاوز بقى تطولها تصغرها لحاجة تريحك اهو. العرض هنا اهو 220 اهو، والطول اهو 320 ماشي. بعد ما خلصنا اضافة الصورة للمدونة في الجانب نروح للمدونة عشان نضيف الفيديو. كل اللي هنعمله نتك على مدونتي ونعمل برضو نيجي على المدونة التجريبية بتاعتي، نتك برضو مشاركة
او بامكانك تتك مشاركة على طول قبل ما التكة دي. نتك على مشاركة جديدة هنا اهو، ونيجي برضو هنلاقيها هنا كده تخليها على تأليف ماشي، ونيجي على ادراج فيديو اللي هي جنب الصورة اللي احنا لسه ضايفينها، ادراج فيديو هنتك عليه. هنا هيقول لك اختيار الفيديو المراد تحميله او سحب من هنا ماشي. على سبيل المثال انا هختار من اليوتيوب، من قناتي على اليوتيوب اهو مثلا اهي دي الشروحات اللي انا مقدمها. على سبيل المثال مثلا هختار اخر شرح ليا اللي هو اضافه مواقيت الصلاه للمدونه بلوجر، هنعمل عليه تحديد وهنا كده زي ما انتم شايفين الفيديو نزل معانا اهو زي ما انتم شايفين اهو ماشي. كل اللي هنعمله هنتك على هنا HTML هنا اهو ماشي اهي، وبرده نفس النظام بتاع الصوره، هناخد الكود اللي احنا اللي هو اللي انتم شايفينه دوت نسخ ماشي، هنعمله نسخ كده اهو ونغلق التدوينه خلاص مش عاوزينها ماشي، ونحذفها كده اهو ونروح على تخطيط ماشي، تخطيط اهو نروح على تخطيط ونعمل اضافه اداه هنا اهو، نتك على اضافه اداه احنا ننفذها ديت، ننزل تحت كده نختار HTML جافا سكريبت نتك عليها، وهنا لو عاوز تكتب اسم برضو خلاص كتبنا الاسم، نحط الكود اللي احنا خدناه نسخ نعمل له لصق ونتك حفظ. زي ما انتم شايفين اهو، نيجي هنا على المدونة ونعمل لها ريفرش. زي ما انتم شايفين الفيديو نزل معانا، بس الفيديو ما نزلش مظبوط. يعني بص هنا كلمة بلاي عشان تشغل فيديو مش موجودة اصلا اهي، فاحنا هنظبط فيه الوقت. نروح للتخطيط زي ما احنا على مكان الاضافة اللي هي هنا اهي، مكان الاضافة الاولى دي الصورة ودي الفيديو. نيجي هنا نتك تحرير. افضل مقاس مناسب للفيديو هقول لكم عليه دلوقتي. نيجي بس نشوف مقاس الفيديو فين الاول اهو، مقاس الفيديو اهو 320 في 266. نخلي ديت 285 اللي هي 320 نخليها 285 2 8 5، ونخلي اللي هي 266 275 200 7 5 257 75. يبقى نخلي اللي هي 320 نخليها 285 واللي هي 266 نخليها 275 ونتك حفظ. زي ما انتم شايفين اهو، نيجي هنا كده على المدونة ونعمل لها ريفرش، هتلاقي دي اتلغت خالص والفيديو ظهر معانا وبقى 100. زي ما انتم شايفين اهو الفيديو ظهر معانا اهو وبقى 100 في المدونة. ده افضل مكان، افضل مقاس مناسب للفيديو بجانب المدونة. ده افضل مقاس له اللي هو 200 الطول 285 والعرض 275. زي ما انتم شايفين اهو بعد ما عدلناه بقى تمام التمام عفوا. وبكده يكون درس اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى، واتمنى يكون الدرس عجبكم ان شاء الله. ولا تنسوا زيارتنا على الموقع الرسمي مصر المعلومات زي ما انتم شايفين، وان شاء الله هتلاقوا اللي انتم عاوزينه فيه من برامج لكل حاجه، الالعاب لكل حاجه. وعلى صفحتي على الفيسبوك عيون التكنولوجيا زي ما انتم شايفين، وان شاء الله برضه هتلاقوا اللي انتم عاوزينه فيها واخر الشروحات هتوصل لكم. وعلى تويتر خالد المصري، وبرضه ان شاء الله هتلاقوا اللي انتم عاوزينه فيها. وعلى قناتي على اليوتيوب خالد المصري زي ما انتم شايفين، ان شاء الله برضه هتلاقوا اللي انتم عاوزينه فيها واخر الشروحات اللي انا مقدمها ان شاء الله. اتمنى تكون تعجبكم يعني ان شاء الله. وفي الاخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي في دروسات قادمه، والقاكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.